حمدا لربنا الخريب الخافي ذنب المجيب لكل ذاهب المنيب بوجل ونادم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نحييكم بأحسن التحية الإسلام من عند الله مباركة طيبة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة التي نظمتها لمدح جدنا الشيخ محمد بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الإيجاد والكمل، ثم الصلاة على المختار في الرسل والآل والصحب والأتباع كلهم، ما رنم الطير فوق الغصن في الزجل، هم الذين اهتدوا وأرشدوا زمرا تجانب الوقع في شبه وفي زلل. من بينهم شيخنا من سوف أمدحه مدحا عجيبا وأعيدا عن دجى الخطر، نقب تقي نقي صالح ورع بدر رفيع المعالي مقرب المثل. والشيخ ممكن قد كان مفتخرا لنا وقد فاق في الإحسان والعمل، فلا وصلناه مرفوعا ومعتديا كما بدا شأنه العالي على زحل. بمكة لقب إذ كانت قبائله تنمى إلى أعرق الأمثال والحلل. شخص كريم إلى الأضياف منضبط في القول والفعل لا يمشي إلى العلل. شد المتاع إلى الكتاب في صغر يتلو الكتاب مجدا دون ما كسل، حتى وعاه على سن مبكرة وعيا متينا صريحا غير محتمل. ونحو ذا سار نحو العلم يدرسه لأنه طفل من يفتي من الأول. لمكبوس خديم النبو أرسله لكي يلقنه علما بلا ملل. والشيخ وجهه من بعد ذاك إلى مولاي بوس فلم يرتب ولم يمل، فقال مولاي بوس قد عرفت به علما صفيا نزيها دون ما جدل. وكان لين خلق لا يهان به، وكان يحزن مالا طال للبذل. مدحته وحينما أمعنت فيه لدى ليل الغدا في الإهاب غير مختبل. لمن جلالي من عز ومن كرم فيه وصدق إرادات ومن جلل. عليه أسجى إلهي سخب مغفرة ومد في أجره مدا بلا أجل. عليه أسجى إلهي سخب مغفرة ومد في أجره مدا بلا أجل. ثم الصلاة على المختار قدوتنا وآله الغر ثم الخادم البطل وقبل الطوارئ وحاج المكي محمد بن